بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة عن الربع جنيه المخروم وسعر الربع جنيه المخروم، وإيه النسخة الغالية فيه وإيه النسخة اللي هي مش غالية فيه. مبدئيا ده مغناطيس أهو، ده مغناطيس، ده ربع جنيه، تاريخ إصداره 1993. لو ركزنا فيه هنلاقيه 1993 أهو، 1993. ده التاريخ الميلادي، والتاريخ الهجري 1413. 1413 هجري و1993 ميلادي. طيب ده سعره كام؟ ده سعره كام؟ ده سعره ربع جنيه بيساوي ربع جنيه، الربع جنيه بيساوي ربع جنيه، الربع جنيه بيساوي ربع جنيه اللي هو 1993. ده مغناطيس اهو، لو حطينا عليه هتلاقيه ما بينجذبش للمغناطيس اهو، ما بينجذبش. ده سعره الربع جنيه بيساوي ربع جنيه. في نسخة بقى سعرها بيوصل ل2000 جنيه وأكتر من 2000 جنيه على حسب الحالة بتاعتها. طب إيه هي النسخة؟ في ربع جنيه مخروم يعمل 2000 جنيه. أيوة يا باشا، في ربع جنيه مخروم سعره 2000 جنيه وأكتر من 2000 جنيه على حسب الحالة بتاعته. لازم الحالة بتاعته تبقى زيرو كده، والتاريخ بتاعه بدل ما هو 1993 يبقى 1992. 1992 ده التاريخ الميلادي، والتاريخ الهجري بتاعه 1412. يبقى 1412 هجري و1992 ميلادي. ده سعره 2000 جنيه، وبيعدي ال2000 جنيه على حسب الحالة. أهم شيء يكون إيه؟ حالته زيرو، يعني جديد. ساعتها هتقدر تبيعه بأكتر من 2000 جنيه، اللي هو الربع جنيه 1992 ده سعره أكتر من 2000 جنيه. أما اللي هو في إيديا ده 1993. ده 1993 وده سعره ربع جنيه. ربع جنيه بيساوي ربع جنيه، مفيش، مش غالي ولا حاجة. الغالي اللي هي النسخة بتاعت 1992. ليه؟ لأن دي أول نسخة اتسكت وكانوا عاملينها تجربة، فاللي موجود منها قليل. ممكن يكون معاك، ممكن يكون الربع جنيه 1992 ده معاك، ساعتها هتقدر تبيعه في أي، على جروبات أو في الأسواق أو الكلام ده كله بأكتر من 2000 جنيه. ليه؟ لأن هو مش موجود، قليل جدا اللي اتسك منه، عدد قليل، وكان معمول كتجربة، فهو نادر. عشان كده هو نادر وسعره أكتر من 2000 جنيه. بيتباع على الجروبات وبيتباع على المواقع بأكتر من 2000 جنيه. المهم يكون نسخة زيرو، ما يكونش مكسر أو مدغدغ أو متني أو الكلام ده كله. ده ساعتها هتقدر تبيعه بأكتر من 2000 جنيه. ده بالنسبة للربع جنيه المخروم. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.